انا جيكا. حاليا انا عايش لوحدي بره مصر في اسبانيا برشلونة، وبقى لي دلوقتي 7 شهور هنا. يعني نقول 7 شهور من شهر 10. فعاوز كده اقول لكم يعني التجربة عامة، عشان في ناس كتير قوي نفسها تسافر بره مصر. عاوزة مثلا تشتغل بره مصر. انا مش شغال بره مصر، يعني انا مسافر دراسة. بس هدفي الاساسي انا كنت عاوز اجي هنا علشان بصراحة عاوز اسافر برا مصر. ما كانش هدفي اللي انا عاوز ادرس مخصوص في برشلونة، لا انا اخدت الدراسة حجة عشان اعرف اسافر. واللي يقول لي انت ازاي عرفت تسافر وساعدني، يا جماعة انا بصراحة مش عارف. في زي ايجنسي هي اللي ظبطت لي كل الكلام ده، فانا بجد مش عارف معاش اي تفاصيل. فلو اي حد كتب لي في الكومنتس ساعدني وكده، انا مش عارف اساعدك. بس فتعالوا كده في ال7 شهور دي نقسمها لأول 3 شهور وبعديها 4 شهور. 3 شهور دول كانوا بجد يعني من حصل فيهم حاجات كتيرة قوي. هما بجد حصل فيهم حاجات كتيرة موت. أول شهر ده أنا فاكر أول لما جيت كنت ميت من الفرحة. وهنا أنا كنت مفروض في واحد صاحبي كان مفروض يبقى مسافر معايا. واحد صاحبي يعني اللي هو كنا متربيين مع بعض. هو اصلا السبب اللي خلاني اسافر بره مصر. يعني انا في الاول لما كنت ببدا البيزنس بتاعي وكده كنت مش عاوز اسافر بره مصر، عشان كنت عاوز اللي هو لا انا عاوز اقعد في مصر اركز على البيزنس بتاعي. وكنت فاكر ان انا كان ساعتها ما عنديش بيزنس. يعني بيزنس انا يعني ما كانش عندي بيزنس ساعتها، كنت لسه بحاول اعمل بيزنس. فالبيزنس اللي كان في دماغي ان انا اكيد هبيع حاجه، فلازم ابقى في مصر عشان اعرف يعني ادير البيزنس ده. لحد لما الحمد لله دخلت في حته بقى بقى عندي ماركتنج ايجنسي. بنسكيل البراندز، بنكبر البراندز ثرو البيد ادز او الاعلانات المموله او الميديا باينج. فلاحظت ان انا ايه ده، انا ممكن اعمل ده من اي حته في العالم. طب ليه افضل قاعد في مصر؟ اسافر بره، اشوف ناس جديده، اشوف بلد جديده، اقعد في بلد جديده، اعمل حاجات جديده، اخد اكسبيرينسز، اكتشف حاجات عن نفسي، اعتمد على نفسي. فده بالظبط اللي انا عملته. صاحبي ده بقى كان المفروض يسافر معايا، بس الفيزا بتاعته اترفضت. فانا ايه اللي حصل؟ سافرت لوحدي. وكان في هنا برضو الناس اعرفها يعني، بس مفيش حد اللي هو يعني اخويا يعني اللي هو كلهم ناس اعرفها، صحاب عادي يعني، مش اللي هو حد عشرة يعني. بس فجيت هنا اول شهر ده انا فاكر كان شهر جامد الصراحه. كنت لسه هنا بقى ايه، اي حاجه بالنسبه لي كانت جديده يعني انا انزل اتمشى للسوبر ماركت دي كانت بالنسبه لي حاجه اللي هو فجرة. كنت ببقى بجد مبسوط، ولحد دلوقتي بصراحه ببقى مبسوط وانا نازل رايح اتمشى للسوبر ماركت. الشارع جميل، الجو حلو، والاجواء حلوه بصراحه. وبعديها بقى اكتشفت ماتشات برشلونه. وانا اصلا كنت بشجع برشلونه، بس اللي هو كنتش مشجع قوي لبرشلونه. فبدات بقى اروح ماتشات كتير قوي الصراحه. يعني صرفت فلوس كتير قوي على ماتشات برشلونه. كنت بروح كل اسبوع بروح ماتش. من ناحيه بقى الشغل، اول شهر ده او نقول اول 3 شهور دي انا بجد كنت اللي هو مش عارف انا مين ولا انا فين ولا ايه اللي بيحصل. لان طبعا انا في مره واحده معلش، مره واحده كده فجاه لقيت نفسي في بلد تانية. انا اللي باكل نفسي، ولو ما اكلش نفسي هجوع هموت. انا اللي بغسل حاجاتي، انا اللي بطبخ لنفسي، انا اللي بطبق، انا اللي بعمل، انا اللي بنظف، انا اللي بعمل كل حاجة. لو عييت انا اللي لازم اروح اودي نفسي الدكتور او اعالج نفسي. كل حاجة معتمدة عليك مليون في المية. وبعد طبعا انت عايش بقى 13 ايه، انت عايش 18 سنة. انا عشت 18 سنة مولود في مصر، عشت 18 سنة. طبيعي مرة واحدة كده اللي هو انت هتطلع تعيش في بلد تانية، كل حاجة حواليك بقى مختلفة. يعني ناس مختلفة، بلد كلها مختلفة، أكل مختلف، كل حاجة مختلفة حواليك. فطبيعي يعني كنت مبسوط، ما قلتش انا مش مبسوط، انا كنت زعلان، لا بالعكس انا اول شهر ده كنت مبسوط قوي قوي قوي. بس اللي هو برضو كان في حاجة انا مش فاهمها، اللي هو في حاجة غريبة.
وده طبيعي بصراحة يعني، لما ابص عليها دلوقتي ده طبيعي زي ما قلت لكم، بلد جديدة يعني، مش متعود على كده، مش متعود على كده خالص. آه بس ده بالنسبة لأول 3 شهور. أول 3 شهور بقى بصراحة من ناحية الشغل كانوش أحسن حاجة. يعني ايه ما كانوش أحسن حاجة؟ يعني كان طبعا كنت مسحول بقى مع جامعة، برضه نسيت أقول لكم إنها في جامعة، وبنزل أروح وأتمشى وأرجع وموال. وبعدين لما أرجع من الجامعة لازم آكل، فبطبخ لنفسي وبعدين أغسل طبق وبعدين أجي. أول 3 شهور دول كده كده كنت مركز على الشغل على قد ما أقدر، وجبت فيهم كلاينتس كتيرة والحمد لله. الايجنسي بتاعي كبرنا الايجنسي وعينا، عينا زي تيم، وبنينا سيستمز واس او بيز وكل الكلام ده. بس كان في احسن بكتير، وانا كنت عارف ان في احسن بكتير. بس طبعا يعني عادي، لان زي ما قلت لكم يعني لحظة تغير. ف ودي لحظة التغير دي حسنت انا في حاجات كتيرة قوي يعني، قوي 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 كبني ادم. بعديها ال4 شهور اللي بعديهم خلاص بقى انا ايه، بقى عندي هنا ناس اعرفها، يعني ناس انا كنت اعرفها بقى قريبين مني قوي، فخلاص تمام مصريين تمام كلهم، بجد اخواتي بقى، ممكن اقول عليهم اخواتي دلوقتي بجد. آه، وخلاص اتعودت على البلد يعني، خلاص انا حسيت ان انا دي بلدي، انا عايش هنا. لما برجع مصر بحس ان هو في حاجة غريبة اصلا، او حاسس ان هو ايه ده، مش دي اوضتي. لما ارجع هنا بحس ان هو ده بيتي، ده كده بيتي، ده الشارع اللي انا اعرفه، ده السرير اللي انا اعرفه. انا خلاص بقى انا عايش هنا بقالي 7 شهور، رجعت مصر كام مرة، فطبيعي ان هو احس بالاحساس ده. واحساس انا بصراحة مش متضايق منه، عشان بجد انا بحب البلد هنا. البلد هنا يا جماعة بتساعدك يعني. انا مثلا دلوقتي عاوز انزل اجري، عاوز انزل اتمشى افضي دماغي، عاوز انزل اركب العجلة، الشارع موجود، في بحر موجود، في جبال، ورايا جبل ممكن اطلعه، مش جبل جبل اللي هو جبل يعني، شوارع اسفلت عادي، بس اللي هو ممكن اطلعه. والجو حلو والشجر، والناس هنا اكتف. يعني ايه الناس هنا اكتف يعني؟ من الاخر الناس هنا بتنزل الشارع الساعة 7 الصبح تلاقي ناس بتجري، تنزل الشارع الساعة 7 بالليل هتلاقي ناس بتجري، الساعة 3 الظهر هتلاقي ناس بتجري، ناس بتتمشى، ناس رايحة ناس جاية. الناس هنا اكتف. بعد الساعة 9 بالليل كل حاجة بتقفل، كل حد نايم عشان يصحى بكرة الصبح بدري. انا بحب اللايف ستايل ده، بحب اللايف ستايل اللي هو الاكتف وكده. لان بصراحة في مصر طبعا في طبعا ناس كتيرة جدا كده، وتلاقي في ناس كتيرة جدا اكتف وبيروحوا وبيجوا، بس مش الشعب كله طبعا. وطبعا مصر أم الدنيا مليون في المية، مهما حصل مهما روحنا مهما رجعنا تفضل طول عمرها ليها حتة كده في القلب مهما حصل، زي ما هي، في شوارعها، في شعبها، في طعمها، في كل حاجة، في أكلها. مصر أم الدنيا بصراحة. بس يعني تاني بقى مرحلة اللي هما ال4 شهور دول، عرفت أعرف أركز خلاص، أنا سستمت نفسي هنا والدنيا بقت تمام. عرفت أعرف ألوكن، عرفت أعرف أركز الحمد لله. الشغل كبر قوي الحمد لله، عرفت ابني تيم حلو قوي على مدار ال7 شهور دي دلوقتي الحمد لله. في طبعا الحمد لله كلاينتس كتيرة قوي، واوفرال الايجنسي يعني ماشية الحمد لله الحمد لله، حلو قوي 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 ما شاء الله الحمد لله. احسن مرحلة ليا عامة ككل حاجة، كبقى ايجنسي كتيم ككلاينتس كإنكم، حاليا احسن مرحلة ليا الحمد لله، ودي لسه البداية. اي ليه كده طيب؟ وطبعا انا مش مستريح في الحتة دي خالص، وعاوز اكبر وعاوز اكتر. الحمد لله دلوقتي بقى هنبتدي آه نتارجت بره مصر، اوروبا، امريكا، مش عارف ثبت كام، والخليج. لان طبعا عاوز اكسباند هناك، هدفي مش اللي انا اقعد في مصر، عشان هدفي اصلا ما كانش خالص خالص مصر. وانا ببدا كنت اصلا عاوز اللي هو تارجت بره مصر، بس بدات بمصر وبعديها يعني كنت قلت لنفسي ان انا هخش على بره، بس لقيت نفسي ما دخلتش على بره بعد سنه مثلا، سنه وكام شهر. فاعتقد ده الوقت يعني حاليا ان انا اخش على بره بصراحه. موضوع بره مصر هياخد طبعا وقت اكتر، لان الكومبيتيشن بره ما بتهزرش. بس نرجع لموضوعنا. آه
كعيشة برا مصر زي ما قلت لكم، اصعب حاجات انك بصراحة بتطبخ لنفسك، بتغسل لنفسك، بتطبق لنفسك، انت معتمد على نفسك مليون في المية. دي حاجة صعبة بصراحة. عشان يوم مثلا ببقى تعبان قوي مش قادر اطبخ، لازم انزل اروح اجيب الطلبات بنفسي واطبخ واقطع واقشر واعمل وانضف، وبعديها بعد ما اخلص لازم اغسل. موضوع مهلك. نفس الكلام في اللبس. خلاص يعني انا لو ما غسلتش لبسي مش هعرف، مفيش لبس هيتلبس، انت فاهم؟ فدي برضو حوار رخم. بس الحاجات دي طبعا مليون في المية بتنميك كشخصية كبني آدم، وده experiences، وده حاجات بتعمل لها جين. يعني انت ممكن تبقى فاكر ان هو حاجة، يعني هتقول لي ازاي اللي انا اطبخ لنفسي واللي انا اطبق لنفسي واللي انا اعمل كل الحاجات دي لنفسي بتحسني كشخصية او كبني آدم؟ ان هي مش الطبخ نفسه، يعني مش لما تمسك البتاع وتقعد تطبخ هي اللي بتحسنك، لا، لكن الفكرة نفسها اللي انت تبقى معتمد على نفسك، اللي انت يبقى عندك روتين، انت بتعمل كل حاجة بنفسك، مفيش حد بيجي يأكلك في بقك، انت اللي بتعمل كل حاجة لنفسك، معتمد على نفسك مليون في المية. فدي بتنميك كشخصية. كطبعا مثلا جامعة، انك بتتعامل مع ناس من بلاد مختلفة، فطبيعي انت دلوقتي عمرك ما كنت هتشوف الناس دي غير لو كنت جيت جامعة بره مصر. تمام؟ يعني انا الجامعة مش واخدها والله اللي انا بتعلم فيها ولا اي حاجة، فاهم؟ اقل اهتماماتي التعليم في الجامعة طبعا، كده كده بتعلم، وما انصحش اي حد اللي هو يعني يمشي من الجامعة او اي حاجة، ما بقولش اي حاجة. بس ده مش هدفي الاساسي في الجامعة. هدفي الاساسي في الجامعة اللي انا اعمل كونكشنز، اتعرف على ناس من بلاد تانية، اشوف ناس. واحلى حاجة في جامعتي برضه هو معظمها ما فيش اسبانيين فيها يعني، كلها انترناشونال يعني. فيها ناس كتيرة انترناشونال، هو فيها من بلاد، يعني في حد مثلا من سويسرا، واحد من امريكا، واحد من المكسيك، واحد مش عارف من معرفش فين. فموضوع كويس. بس فالصراحة كعيشة، لا العيشة هنا بصراحة حلوة أوي، يعني من ناحية لايف ستايل وكده. أنا بصراحة مبسوط، اللايف ستايل حلو أوي. قادر أركز على شغلي، لأن مثلا عاوز أفصل هنزل أتمشى، عاوز أنزل أجري زي ما قلتلكوا. وبس من ناحية اللي أنا برضو يعني اكتشفت حاجات عن نفسي كتيرة مكنتش أعرفها. الصراحة برضو كان من ناحية communication، التعامل مع الناس بقى أحسن بكتير. مع الناس الغريبة، يعني لأن أنا كل اللي أنا بتعامل معاها ناس غريبة. وبرضو عملت كونكشنز هنا كتيرة من مصر، اتعرفت على ناس كتيرة من مصر. هخليهم برضو في حياتي يعني، أعتقد إن شاء الله. وبس يعني أعتقد ده كده معظم الحاجات. ممكن أبقى فوتت حاجات ما قلتهاش ما خدتش بالي منها. بس ده كله عامة كاكسبيرينس وايز من العيشة لوحدك برا مصر. هل عشان الناس بتسأل مثلا، هل اللي هو ساعات بتحس انك زعلان او متوحد او اللي هو عاوز ترجع مصر، اللي هو من الاخر اللي هو سيكنس يعني عندك كده، تحس ان انت لا خلاص انا عاوز ارجع مصر؟ انا ما بحسش بكده بصراحة. في ناس بتحس اللي هو لا خلاص كفاية، انا مش قادر اعيش برا مصر، انا محتاج ارجع مصر. انا بصراحة مش كده، عكس. أنا لما برجع مصر ببقى عاوز ارجع هنا عشان اتعودت على هنا وحبيت هنا قوي. فالحتة دي بصراحة مش فيا خالص. بعد ال3 سنين مش عارف بصراحة، يعني انا خلاص ناقص لي شهرين واخلص اول سنة. بعد السنتين الجايين دول مش عارف بقى انا هعمل ايه، هرجع مصر، هفضل هنا، هروح بلد تانية. انا ما بفكرش في بعديها بسنة، انا بفكر في اللي في ايدي دلوقتي اللي انا اعمله، واللي في ايدي دلوقتي اللي انا اكبر الشغل بتاعي، اعمل فلوس اكتر واتحسن. وطبعا اهم حاجة علاقتك مع ربنا. بس يعني عشان مرة اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن علاقتك مع ربنا وكده، هنا برضو ارخم حاجة في الدين وكده، ان انت مفيش اذان مثلا، مفيش اذان مثلا وانت قاعد هتسمعه. الناس اللي حواليك مش شبهنا خالص من ناحية الدين، فمفيش حد مثلا يلا مثلا في البيت مامتك او باباك او حد من اهلك يلا مش عارف ايه مثلا العصر قدم، قوم يلا العصر هيفوتك. لا مفيش الكلام ده هنا. انت هنا نوتيفيكيشن بيجيلك على التليفون، ممكن تشوفها ممكن لا. طبعا مليون في المية انت لازم تبقى واخد بالك وتصلي كل الصلوات
مثلا انا بتكلم عامه على يعني البيئه مش مساعداك، وده كده كده مش حجه ان انا هقول لنفسي لا البيئه مش مساعداني فانا مش هصلي ومش هعمل. لا. آه كده كده على قد ما اقدر بحاول اصلي، بحاول اخش اتكلم مع حد برضو زي يعني مش شيخ، بس اللي هو حد نقول منتر في الدين يعني من الاخر. عشان بحاول اقرب من ربنا، مش عاوز ابعد، عشان هنا طبعا غلطة غلطة، والحاجات الحرام سهلة اوي انك تعملها عشان هما حواليك 24 ساعة. وتعالوا برضو نكلمكم عن رمضان في هنا. بصراحة يا جدعان رمضان هنا كان بجد حلو. هقول لك اللي هو كان حلو مكانش وحش، بس مفيش مقارنة يا باشا. يعني رمضان في مصر بجد حاجة تانية. رمضان في مصر والله العظيم. لا انا نزلت اسبوع في مصر انا فاكر في رمضان. لا رمضان في مصر كان مش طبيعي يا جماعه يا جماعه، لا 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 لا، مش طبيعي. لما جيت هنا حسيت ان هو ايه ده، ايه يعني انا كل اللي انا بعمله انا ما باكلش، وبعديها اول ما تيجي الساعه 7 باكل انا واصحابي خلاص كده خلصت. وبتسحر مثلا ساعات اصلا كنت بنسى اتسحر. مفيش بقى هنا ولا صلاة تراويح ولا صلاة مش عارف ايه. كنا بنصلي احنا كده مع نفسنا اللي هو مع بعض كده، واحد بيئم بينا كل واحد مرة واحد بيئم. مفيش بقى طعم رمضان بقى، والسحور والفول والسهرات بقى. انت بقى قاعد وتروح تتسحر مع صحابك وتفطر مع اهلك، تفطر مع صحابك، العزومات، الاغاني كنا محرومين منها. بس يعني انبسطت برضو، كانت يعني مختلفة برضو. بس وان شاء الله بقى كده بعد سنة برضو هنعمل فيديو زي ده ونشوف احنا وصلنا لايه كده، ايه الدنيا اتحسنا في ايه. وبس اي حد يعني عاوز يسافر برا مصر يدرس بقى يعمل اي حاجة يشتغل. آه، في الاول في الاخر هي شخصيات. ما اقدرش مش معنى مثلا انا قلت لك لأ اسافر انا مبسوط فانت هتبقى مبسوط، مش شرط. هي شخصيات فاهم، ممكن واحد يتبسط واحد لا.